الأهلي بعبع أفريقيا. عمرو أديب بيعلق على فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11. عمرو أديب بيقول لك الأهلي بعبع أفريقيا. عمرو أديب طالع بيتكلم على موضوع فوز الأهلي بشكل خلاص، بيقول لك أنا وشي حلو على النادي الأهلي. بيقول للأسف أنا وشي حلو على الأهلي، وللأسف أنا كنت متوقع فوز النادي الأهلي. هو للأسف مش انت بس اللي كنت متوقع، هو الناس كلها كانت متوقعة فوز النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي بطل أفريقيا بالأرقام مش بالكلام. النادي الأهلي بطل أفريقيا بالأرقام مش بالكلام. والأهلي خلص الماتش في كازابلانكا 1-1 بمجموع المباراتين، لما كان في القاهرة هنا كسبان 2-1 ووحد الواحد. لا إله إلا الله، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بس عايزك بس تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة كده يعني شيروا الفيديو على قد ما تقدروا. عمرو أديب بيقول إن الأهلي بعبع أفريقيا. كانوا في ناس كتيرة قوي عمالة تقول لا الأهلي مش بعبع أفريقيا، الأهلي هياخدها صعد بالصدفة. الأهلي صعد، مفيش حاجة اسمها بالصدفة، في حاجة اسمها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى للمجتهد اللي بيتعب. والأهلي تعب، والأهلي خد بالأسباب وعمل اللي عليه وصعد وخد أفريقيا. غلب الترجي، غلب الرجاء، غلب الوداد، عدى كل الصعوبات. وهو ده النادي الاهلي يا جماعه. وعشان كده الاهلي خد ال11 يوم 11، الاهلي خد ال11 يوم 11، والاهلي بطل افريقيا النادي الاهلي على حساب الوداد المغربي. لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الفيديوهات الجديده كلها اول باول، وتعليقاتنا على كل التصريحات. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير مع احمد الافندي الحقيقه بس عندي على قناه باكورد. سلام.